اذا حبيتي تكوني فنانه في المسمن ولا المعارك ما عليك غير تبعيد الخطوات. اول شيء سميد نوعيه يكون رقيق ويكون ممتازه، يكون فيه العلك. كي تجمعوه لازم كميه الماء تكون مضبوطه، يعني العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وماشي طريه بزاف. غير فوت فيكم كثرتوا لها الماء راحت معكم العجينه. لازم العجين تاع المسمن يرتاح مليح، وكي تشكلوا الكريات ثاني كيرتاح مليح. اما بالنسبه لطريقه العجين تلقاوها في اليوتيوب، كتبوا مطبخ مريومه فقط تخرج لكم الوصفه. بالنسبه لطريقه الطياب جد جد مهمه، تبقاو تقلبوا فيه حتى يدي لون محمر في كلتا الجوانب. يعني كاين بزاف كيحطوا مسمن يخلوه حتى يطيب باش يقلبوه، خطا. لازم المسمن غير تنشف برك قلبوها ومن بعد تبقاي تقلبي فيها حتى تنفخ معاك وتطيب لك خفيفه ومورقه ومقرمشه في نفس الوقت، ما يجيكمش يابس. اما بالنسبه لطرق التقديم كاين بزاف طرق، من بين هذه الطرق اللي راهم يستعملوها بزاف في المناسبات، وهي طريقه بزاف سهله وراهي موضحه في الفيديو كيفاش تخدموها وتقدموها مع معجون. انا قدمتها مع الفرويور. اختاروا اي ذوق تحبوا، الفرويور عندهم بزاف اذواق وكامل شابين وفيهم الفواكه الداخل وما يجيش حلو يقهم، وبزاف مناسب مع المسمن. وهكذا كتزينوها تقدروا تخرجوها في يدكم، ولا يكون عندكم مناسبات تحطوا في كل طاوله كيما هكذا وتنجموا تكموندوه. كاين بزاف اصحاب المشاريع راهم يخدموا هادو كمشروع، وكاين صحون سبيسيال ليهم. هذه هي النتيجه النهائيه، على بالي بلي راح يعجبكم. اي سؤال خلوا لي تعليق.